السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشوف مع بعض في الفيديو بتاعنا النهارده جزئية كده جديدة. آه، حتى كده حد من الشباب طلبها انه عايزين يكون في موافقة من المدير لما رجل المبيعات او السيلز بيرسون يعمل تغيير في سعر البيع. انا هنا عملت ده. تمام. لما يجي السيلز بيرسون دوت مثلا اليوزر ده رقم واحد، يعمل كوتيشن جديد. تمام. ويكتب كده هنا المنتج بتاعه. المنتج بيجي بالسعر بتاعه. تمام. اول ما اعمل هنا كده سيف، طالما السعر ده ما اتغيرش بيسيف معايا عادي وما بيعملش اي حاجه. حلو. طيب هنا مش محتاج ان انا اخد موافقه من حد، بقدر اكمل الكوتيشن عادي جدا. تمام. طيب انا هاخد كده دوبليكيت من نفس الكوتيشن وابدا ان انا اغير السعر ده. كان 150 اخليه مثلا 130. اول ما اعمل هنا كده سيف، الاقي الفيلد بتاع اللي نيد ابروفال ده بقى بترو. وبقى ان انا ما اقدرش اعمل كونفيرم، لازم اخد ابروفال من المدير بتاعي. تمام. حتى كمان لو حطيت اي منتجات تانية ما غيرتش الاسعار، سبتها زي ما هي وعملت سيف، برضه اكون لسه محتاج ليه. الناس كانوا بيقولوا ان في اوريدي لاين منهم محتاج ابروف. تمام. طيب لما بيكون هنا اوريدي اتعمل اكتيفيتي لليوزر محتاج ابروف، اللي هو لطفي ربيع، ولو رحت على اليوزر ده هلاقي ان هو هنا جاله الايه الابروفل بتاعته كاكتيفيتي، يقدر يخش يشوف البيانات بتاعه الاوردر بتاعه. تمام. ده كده اللي احنا هنشوفه في الفيديو النهارده. تعالوا مع بعض ناخد الخطوات واحده واحده. طيب انا قلت ان انا عندي مجموعتين، صح كده؟ طيب المجموعتين دول محتاج ان انا على الاقل اعمل جروب لكل مجموعه، او جروب واحد مجموعه من اليوزرات ما ياخدوهاش، مجموعه من اليوزرات التانيه ياخدوها، او المدير ياخد الجروب ده واليوزرات العاديه او السيلز بيرسون ما ياخدوش الجروب ده. اول حاجه هنيجي هنا نعمل جروب جديد. نفعل كده هنا الديفلوبر مود، ونبدا كده نعمل كده جروب جديد. ونقول على الجروب ده آه، اسمه كان edit sales price. تمام. طيب بعد كده هعمل هنا سيف واروح على اليوزرز بتاعتي. تمام. وابدا ان انا ادي اليوزر بتاعي ده. تمام. الجروب اللي انا عملته هو كان edit sales price. اوكي. فدي اول خطوه هنعملها، ان احنا ناخد التفاصيل دي. طبعا قبل ما نتنقل على الخطوه اللي بعدها هاخد بس الجروب ده واخد الاي دي بتاعه. كل اللي انا محتاج بس اخد الاي دي بتاعه عشان هعمل الاوتوميشن رولز بتاعتي بالاي دي ده. تمام. لو عملت هنا اي اكسبورت او قلت له هنا اي دي، هلاقي هنا اكسترنال اي دي، هلاقيهم هما الاثنين واحد. تمام. هاخد الاسم بتاعه عشان نشوف الايه التفاصيل. نزلت هنا الايه الاي دي بتاع الجروب عشان نحتاجه في البايثون كود اللي هيتكتب في الاوتوميشن رول. تمام كده. طيب بعد كده نروح على ال... احنا كده نزلنا الشيت اهو. هو ده الاي دي اللي انا محتاجه. تمام. وهناخده برضو كوبي عشان نبقى احنا معانا كده في التفاصيل. تاني حاجة هروح اعملها، آه... هروح اعمل اوتوميشن رول. تمام. يعني نروح على الاوتوميشن رول، اعمل واحدة جديدة واقول كام edit sales price. اقول على موديل sales order line. تمام. ونقول التريجر بتاعي عند السيف. تمام. وهروح على الاكشن اللي انا محتاجه. طيب الاكشن اللي محتاج اعمله هقول له ان انا هعمل اكسكيوت كود. تمام. وهروح هنا كده على الداتابيز بتاعتي، هجيب بس الكود وهاخده من هنا. تمام. اقول له كوبي واجي اديه له هنا، اقول له بيست. تمام. كل بس اللي انا برضو ايه حابب اعمله،
إنه يبقى فيه كده تفصيلة. خليني برضو أجيب الكود اللي فيه الشرط بتاع الجروب. تمام، فأنا جبت بس هنا الكود بتاع الشرط بتاع الجروب علشان أحطه له. تمام، في هنا إيه الجروب ده؟ تمام، هو بيقول لي if not user has group. يعني لو اليوزر مش واخد الجروب اللي احنا نزلناه الاي دي بتاعه هنا، هناخد الاي دي ده. تمام، كوبي كده ونحطه مكان الجروب ده، ونعمل كده هنا ايه سيف، و سيف هنا برضو على ده. والحاجة التانية بعد كده، أو الحاجة التالتة بعد كده اللي محتاجين نعملها، هنروح هنا على سيلز اوردر، ونفتح السيلز اوردر بتاعنا، أي سيلز اوردر موجود، ونضيف كده منتج بس عشان تبقى أمورنا واضحة، أي منتج يعني. وهنفتح الاستوديو بتاعنا ونعمل فيلد جديد اسمه نيد ابروف. تمام، نفتح هنا السيلز اوردر لاين، نعمل edit list view، وهنضيف فيلد من نوع تشيك بوكس، ونقول اليونت برايس هنا. تمام، ونسمي الفيلد ده نيد نيد ابروفل. تمام، بعد كده نفتح بقى باليوزر بتاعنا. طبعا انا اديت اليوزر بتاع لطفي ربيع انه هو معاه جروب ان يقدر يعدل، فبان هو يعمل اي اوردر جديد ويعدل على اي شيء، بيلاقي انه مفيش اي مشكله، لان هو بالنسبه له الايه الامور تمام. تمام، هنا لما جيت تعمل سيف، اليوزر ده واخد الجروب. طبعا ده كان اوتوميشن قبل كده، يمكن بيع سعر بيع بسعر اقل من التكلفه. ده كان برضو كنا عاملين فيديو قبل كده، ممكن نسكارت التفاصيل دي ونجيب الاوتوميشنز بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها. تمام، نجيب الفوتو. كده بسيب لك طبعا لينك الفيديو الخاص بالتفاصيل دي. تمام، دي كلها كده اوتوميشنز برضو كنا عاملينها، ممكن نبقى نرجع لها. تمام، ادي اهو، ونقول لده بس كده هنا ايه اركايف عشان نقدر نشتغل ونكمل الاوردر بتاعنا. نيجي هنا على ده ونقول منتج من المنتجات الموجودة عندنا. تمام، تاب واحد أهو. أجي هنا أقول له سيف. تمام، سيف معانا مفيش مشكلة. لو أنا غيرت هنا السعر لأعلى أو أقل هيوافق معايا، مفيش أي مشكلة. آم، أنا واخد الجروب فمش هيحتاج إن أنا أعمل نيد أبروفل. تمام، طيب تعالى نفتح بيوزر تاني. ماشي، تعالى نروح نفتح بيوزر تاني. أنا فتحت هنا بيوزر تاني وقلت اليوزر ده مش واخد الجروب بتاع ال- اللي هو كان edit sales. حطينا هنا المنتجات بتاعنا، المنتج اهو. خلينا برضو نعمل ريفرش هنا كده عشان الفيلد اللي احنا انشأناه نيد ابروفل ده يظهر، يكون موجود معانا اهو. وخلينا نمسح المنتج كده ونضيفه من اول وجديد عشان نشوف الريفلكت. ادي المنتج بسعر واحد. طيب تعالى مثلا نغير سعره، نخليه مثلا 3. نقول له سيف. بقى هنا عندي ايه الفيلد بيتابديت. تمام، طيب الحاجة الأخيرة اللي هنعملها هي إن إحنا هنروح هنا ونقول له اعمل لي ابروفل بناء على الفيلد ده. تمام، هاجي هنا اضغط على كونفيرم واقول له اد ان ابروفل ستيب. تمام، واقول له مين اللي هيابروف، لطفي ربيع. وهاجي هنا على الابروفل جروب هقول له كان اديت، اللي احنا الجروب اللي احنا عملناه في اول الفيديو كان اديت سيلز برايس. اللي واخد الجروب ده هو اللي هيابروف. ومين اليوزر نوتيفاي، هنا هنحط يوزر لطفي ربيع. وهنيجي هنا نقول له description مثلا get. نقول له get مثلا approval from manager. تمام، ونقول له بعد كده هنا ايه سيف، ونقفل بقى على كده. تمام، يبقى احنا كده عملنا الابروفل بتاعنا انه يجي للشخص ده. طيب هنروح باليوزر التاني بعد كده
ونقول نيو اوردر جديد، ونعمل هنا كونفيرم كلطفي ربيع مثلا كعميل، ونخش ندي مثلا منتج. بعد كده نقول له هنا سيف، انا زيفت حطيت السعر بتاعي عادي مش مشكله. وبعد كده هقول له هنا مثلا السعر هيبقى مثلا سي 6. الاقي ان دي بقت نيد ابروفل. واعتقد الابروفل مثلا ما عادش معايا هنا، يعني ريفريش برضو بقت موجوده اهي. وبيقول لي ايه انا ابروفل اسم سync. تمام. فجيت ابروفل فروم مانجر زي ما احنا كتبنا، وراحت لليوزر بتاع لطفي ربيع. لو رحنا على اليوزر بتاع لطفي ربيع اللي هنا، هنلاقي انه جاله هنا نوتيفيكيشن على سيلز اوردر ان هو يخش يعمل ابروف لان السعر هنا اتغير. وطبعا لو في اكتر من لاين موجودين وانا حابب اعرف اللاينات ايه فيها اللي انا حاطه مثلا ده محتاج ابروف، يعني مثلا أنا حاطط اكتر من منتج وفي منتجات مش محتاجه ابروف، ابقى انا عارف ايه المنتجات اللي السعر بتاعها اتغير. طبعا لو انا حاطط هنا زي ما احنا كنا شايفين قبل كده في الفيديو بتاعنا اللي فات ان مينيمم برايس بتاعنا مثلا مبلغ كذا، يبقى انا برضو في الحاله دي قادر اتحكم، ببقى عارف ان مثلا العميل السيلز بيرسون بيبيع سعر اقل من المنتج، بيبيع غير السعر بعد ما احنا سيفنا. برضو معايا اوبشنز كتير من خلالها ان انا اقدر اخد اللي يناسبني من الشغل بتاعي علشان اتحكم في طريقة البيزنس اللي انا بشتغل بيها. ودي كانت يعني طريقة من ضمن الطرق اللي بتسهل علينا الشغل. وبرضو بتحكم ان السيلز بيرسون ما يغيرش اسعار البيع الا لما يرجع للمدير سواء بالاعلى او الاقل. يعني انا مثبت له قائمة اسعار، مثبت له سعر منتج على سعر شاشة المنتج، يجي له اوتوماتيك على الكوتيشن. هو ملهوش ان هو يغير اي حاجه في الاسعار الا لما ياخد موافقه من المدير. تمام. يبقى كده ناخد كام مراجعه سريعه على اللي احنا شفناه في الفيديو النهارده. اول حاجه ان احنا عملنا الجروب بتاعنا واديناه للمدير اللي هيكون اليوزر بتاعه هو المدير، وخدنا الاي دي بتاع الجروب دوت حطيناه في الاوتوميشن رولز اللي احنا عملناها. تمام. بعد كده رحنا على كتبنا البايثون كود، ممكن ابقى اسيب لكم بايثون كود في الديسكربشن برضو بتاع الوصف الفيديو. وبعد كده حطينا فيلد جديد في سيلز اوردر لاين علشان يبقى هو ده الفيلد اللي محتاج فيه ابروفل، ابقى عارف مين المنتج اللي محتاج ابروفل. طبعا ممكن اظهره او اخفيه حسب السيلز بيرسون. يعني انا ممكن اجي هنا على الفيلد ده واقول له ايه، هات لي السيلز اوردر ده، ريفرش كده عشان الاستوديو يفتح معانا. تمام. تمام. خلينا نفتح كده الاستوديو ونقول هات السيلز اوردر، نقول له هات الفورم فيو، ونقول له هات الفيوز، ونقول له هات الفورمز، ونجيب الليست فيو. تمام. ونقول له هات النيد ابروفل، ونيجي هنا نقول له انفيزبل بناء على كونديشنز معينه. آه انه مثلا الجروب بتاعي يبقى شخص معين. تمام. كان edit approval يبقى ده مثلا هو ده اليوزر او الفيلد لما يتابديت يبقى يعني مختفي بالنسبه للشخص السيلز بيرسون بتاعه. تمام. طيب يبقى انا كده حطيت الفيلد بتاع نيد ابروفل وعملت الاوتوميشن رولز بتاعتي. وبناء على الاوتوميشن رولز قلت ان انا اقدر اشتغل بناء على كده. وزي ما شفنا في الفيديو، بيكون معلومه مفيده بالنسبه لكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.